عندك لبن رايب زي ما راب عندي كده، تعالي نعمل بيه قرص ومنين للولاد يفطروا بيه الصبح ويغيروا بيه رؤهم الصبح. تمام، يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ وصفتنا النهاردة. جبت نص كوباية مية دافية دافية زي دمعة العين كده، فضيت فيها كيس خميرة. تمام، وعليها معلقة سكر. هقلبهم واركنهم على جنب ونسيبهم لحد ما الخميرة تتفاعل. تمام، وبعد كده هنروح للدقيق. هنسيبهم لحد ما الخميرة تتفاعل خالص، هندوب الخميرة والسكر ونتركهم على جنب، نغطيهم ونسيبهم على جنب. تمام، هغطيهم بطبق ونسيبهم على جنب. تمام، هنيجي للدقيق. هاجي للدقيق هحط له، ده كيلو ونص دقيق، هحط له 4 معالق سكر، وهحط له معلقتين سمسم كبار، وهحط له نص معلقة بيكنج باودر. تمام، وربع معلقة ملح. تمام، بس كده. هنقلب كل المكونات الجافة في بعضيها. تمام، وبعد كده هنزل بالسمنة. السمنة انا سايباها كده سايحة كده بدرجة حرارة الغرفة، انا مش مسيحاها على البوتاجاز ولا حاجة. ده 300 جرام سمنة، عشان ده كيلو ونص دقيق. ده كيلو ونص دقيق، انا بقول تاني عشان الناس تاخد بالها، ده مش كيلو دقيق. وده 300 جرام زيت. تمام، يبقى انا حطيت 300 جرام سمنة على 300 جرام زيت زيها، عشان ده كيلو ونص دقيق. تمام، انا بقول تاني ده كيلو ونص دقيق. بس هنقلب بقى العجينة. تمام، هنقلب كده الدقيق في السمنة ونبسهم كويس بايدينا بقى. تمام، خلاص كده انا بسيت الدقيق كله بالزيت والسمنة. تمام، والخميرة ما شاء الله الله اكبر اللهم بارك فارت وبقت جميلة اهي، هنحطها. تمام، خدتش وقت خالص، بسم الله ما شاء الله فارت في ساعتها. تمام، هنلم بقى ايه العجينة، هنلم مش هنعجن عشان الايه العجين ما يتشافش معانا. هنلم العجين بس وخلاص كده. خلاص حطينا الخميرة تويناها في العجين زي ما بيقولوا. هنزل بقى عندي لبن رايب، ده مقدار كوباية لبن رايب. تمام، هلم بيها العجينة بقى. نلم بقى العجينة كلها كده، ننزل شوية بشوية لحد ما العجينة تلم معانا. تمام، خلاص كده عجننا العجينة كلها، خدت اهي كوباية اللبن الرايب كلها، وطالعة ما شاء الله الله اكبر اللهم بارك، جميلة ما فيهاش تشققات وما فيهاش اي شيء. تمام، ناعمة وجميلة وفي منتهى الجمال. هنسيبها تخمر لمدة ساعة وبعدين نشكلها قرص او منين زي ما انت عايزة. وبكده العجينة خمرت اهي، نديها البوكس المحترم، طالعة جميلة وريحتها ما شاء الله تحفة تحفة. تمام، هنشكلها ونعملها بقى قرص صغننه. عايزه تعمليها منين اعمليها، عايزه تعمليها ساده اعمليها. انا هنا كان عندي نص كيلو عجوه، قلت هعمل شويه ساده وشويه بعجوه. هنشكلها بقى ونقرصها صغير كده، وبعد كده ايه نوريكم شكلها. وبكده خلاص شكلناهم، عملنا قرص وعملنا منين بعجوه،
وعملنا كام قرصة كده حلوين. هنسيبهم يخمروا نص ساعة، وبعد كده ندخلهم الفرن نخبزهم ونوريكم الشكل النهائي ليهم. كده خلاص عملنا التسوية، سويناهم طالعين جمال ما شاء الله، في منتهى الجمال، ريحة وطعم مش عايزة اقولك، وطريين جدا. بصي مش عايزة اقولك، طراوة ما بعدها طراوة، جميلة جميلة جميلة. يلا انت كمان هاتي دقيق واللبن اللي عندك واعملي لولادك. بصي يعني جميل، الكيلو ونص الدقيق مطلع معايا كمية ما شاء الله جميلة جدا، اللي نجيبها من الافران بسعر عالي. الكيلو فيها بقى ب100 جنيه وب120 جنيه، فهي جميلة جميلة جميلة. واللي بعجوة برضو طالعة جميلة وطرية، تحفة تحفة تحفة، وحاجة نظيفة وفي البيت. يلا انت كمان اعملي لولادك وجربوا طريقتنا، ويا رب تعجبكم ان شاء الله. تمام، وما تنسوناش في تفعيل الجرس والاشتراك في القناة وبتعليق حلو زيكم. مستنية رأيكم في التعليقات. كنتم مع رحاب حسين.